دي طبعا نقطة اتأكدت منها برضو من الجهاز الإداري للمنتخب. طيب في نقطة تانية تالتة مهمة نرجع بيها للأهلي، هي ليها علاقة بجوردان مينديز، لاعب وسط كاب فيردي بيلعب في فرنسا، و يعني أشرف داري. الأهلي لو كان ماشي أشرف داري كان هيجيب مينديز، يعني من مصدر مقرب من مينديز إن هو كان منفتح جدا جدا على خط تجربة الأهلي كان حابب إن هو اللعيب ده تحديدا يكون موجود، لأنه هو لعيب رقم 8 ولعيب بيجري كتير، بيعمل تاكلينج، بيعرف يقطع، لعيب باور، لياقة بدنية عالية، بيشوط على المرمى. الأهلي كان محتاج نوعية اللعيبة ديت. كان في لاعب تاني اترشح كان اسمه ايتو كاميروني، لكن معلوماتي ان مينديز اللي كان الأقرب، يعني مينديز اللي كان الأقرب. لو كان أشرف داري مش كان مينديز اللي جه، لو كان أشرف داري مشي كان مينديز اللي جه. ف يعني أنا كنت أتمنى إن يكون لعيب أفريقي في نص الملعب يجي الأهلي يضيف للأهلي، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. لكن دي معلومة كانت يعني موجودة عندي، فقلت إن أنا أقولها لحضراتكم. برضو المعلومة التانية، أنا شخصيا تواصلت. المعلومة التالتة بقى في الأهلي، يعني احنا قلنا كده حاجتين عن الأهلي، وقلنا مروان عطية المنتخب. نرجع بقى للأهلي لتالت مرة. كان في كلام إن فيتوريا ممكن يكون مدير فني للأهلي. أنا شخصيا تواصلت مع فيتوريا من فترة قريبة في وقت رحيل، يعني الفترات اللي فاتت قبل ما الأهلي تعاقد مع حسين عبموتة وريبيرو تورب، تحديدا فترة تراجع نتائج تورب. أنا تواصلت مع روي فيتوريا و سألت سؤال بشكل مباشر، يعني هو فيتوريا بيدرب حاليا في الإمارات، سألت بشكل مباشر العمل في مصر والكلام ده كله. قال لي أنا أتوقع إن أنا هرجع أدرب في مصر مستقبلا، أو في المستقبل القريب يعني. فالكلام ده شككني، فسألت، لما جيت سألت بقى المقربين بشكل عام في مصر هنا، فعرفت إن فيتوريا كان اسم مهم جدا عند إدارة الأهلي، والناس في الأهلي كانت معجبة بفكرة إن فيتوريا يكون موجود. وأشرته طبعا إن هو كان يجي مع بداية الموسم، وده كان حصل. يعني تورب مشي مش عارف إيه مع نهاية الموسم كده اللي فات، فكان عادي، كان سهل إن هو يجي مع بداية الموسم ده. لكن الأهلي مرة واحدة غير بعد القرارات الجديدة اللي خدها بقى والاجتماعات والأفكار والكلام ده، غير بوصلته للحسين عموتة. ممكن بقى بسبب الراتب، ممكن بقى بسبب أي حاجة بقى تانية، لكن على حد معلوماتي وبتأكيد من فيتوريا إن هو كان جاي مصر، أو يعني كان مرحب إن هو يشتغل في مصر، وراجل كبير قوي، اسم قوي زي فيتوريا شيتا. لما بقيت فيتوريا اسم قوي جدا في الوطن العربي، حتى في البرتغال. لما بيقول كلمة يكون حاسبها، أنا اتعاملت معاه وعارف لما يكون بيقول كلمة يكون حاسبها. فمعنى إن هو قال كده، ما معنى إن هو فعلا كان خلاص، هو كان في مود إن هو يرجع تاني مصر. فطب أهلي ولا بيراميدز؟ زي الزمالك كان عنده ظروف ومش هيقدر يدفع الرواتب بتاع الكبيرة ديت. فلما عرفت ان هو كان هدف لإدارة الأهلي، وفعلا عن طريق وسطات كلموا معاه، والراجل كان مرحب جدا يجي، ولكن في الآخر البوصلة اتغيرت للحسين عمودة. نتمنى تكون بوصلة الأهلي ما تخيبش يعني المرة دي. ده الفيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. متنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم.